صباح او مساء الورد على حسب حدود الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد شريف ندى، برنامج لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن سيدنا عثمان بن عفان وذكائه التجاري مع يهودي بئر الروم. بئر روما ده كان بئر موجود في المدينه المنوره، وكان يمتلكه يهودي اسمه روم. وفي يوم من الايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يشتري بئر روما وله الجنه. في الحاجات دي سيدنا عثمان بن عفان ما بيجليش، بيقول له انا يا رسول الله على طول. يعني برضه كان سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام لما قال مين يجهز الجيش المسلمين عشان يطلعوا غزوه، سيدنا عثمان بن عفان قال له انا، وفعلا جهز المسلمين. في مره ثانيه لما كان بيقول مين اللي يشتري الارض عشان يوسع المسجد النبوي، سيدنا عثمان بن عفان قال انا. فهو في الحاجات دي ما بيجليش. فبالفعل راح سيدنا عثمان بن عفان لليهودي بتاع بئر روما علشان يشتري منه بئر روما. لكن اليهودي علشان يهودي قال لا، انا ما ببيعش البير للمسلمين. فسيدنا عثمان بن عفان بذكائه التجاري قال له خلاص انا هشتري منك نص البير بس. اليهودي لقى نفسه كسبان، قال له خلاص هبيع لك نص البير، تشتري بكام؟ سيدنا عثمان بن عفان ابتدى ب1000 دينار. طبعا اليهودي لا، 1000 2 10. اليهودي مصمم 20 30 1000 دينار، يعني مليون دينار. بس المسلمين ساعتها ما كانوش يعرفوا يعني ايه مليون اصلا، الرقم ده كان بعيد قوي عنهم. فبالفعل باع اليهودي لسيدنا عثمان بن عفان نص البير، يعني هو يوم واليهودي يوم، بقيمه 1000 دينار. وهنا سيدنا عثمان بن عفان حب ان هو يدي اليهودي ده درس ما ينساهوش، لان هو اصلا واخد منه نص البير بمبلغ خرافي. وهنا نشوف دور سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان قال ايه؟ قال للمسلمين كلهم: اي حد عايز يشرب من البير ده في اليوم بتاعي ياخد وما يدفعش فلوس ببلاش، وانا ليا حصه زيهم. بل كمان كل واحد ياخد حصه يومين مش حصه يوم واحد. فكده المسلمين لما جم ياخدوا الحصه بتاعتهم ما بقوش عايزين ياخدوا تاني يوم. وهنا اليهودي بدأ يتجنن، الناس بقوا بياخدوا الميه في يوم سيدنا عثمان بن عفان محدش بيعبره في اليوم بتاعه، فمبقاش عارف يبيع لا دلو واحد ولا حتى اي حاجه. بقى يعرض على الناس ان هو يبيع لهم الدلو بدينار، طب بنص دينار، طب بتمره، والمسلمين لا خلاص احنا مش عايزين. لدرجه ان هم بقوا يجيبوا الميه ويرموها قدامه في اليوم بتاعه اللي هو بيغزوه، احنا خلاص مش عايزين منك اي حاجه. وهنا اليهودي راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له: أهذا ما جاء به دينك؟ يعني هو ده اللي انت جايبه لنا الاسلام؟ فهنا سيدنا النبي استدعى سيدنا عثمان بن عفان وقال له اشتري منه البير. سيدنا عثمان بن عفان قال للرسول عليه الصلاه والسلام: هذا امر ام كرامه؟ سيدنا النبي قال له: بل كرامه. وهنا سيدنا عثمان بن عفان ما نسيش اللي اليهود عملوا فيه، بس حب يعلمه درس. قال له: خلاص انا هشتري منك. هو انا اشتريت منك النص البير بكام؟ قال له: ب1000 دينار. قال له: خلاص هاخده منك ب10. اليهودي قال له: خليها 20 10 قليله قوي، خليها 30 اي حاجه. سيدنا عثمان بن عفان قال: لا، ب10. وبالفعل وافق ان هو يبيعه له ب10. قام سيدنا عثمان بن عفان مطلع له 10 دنانير ومديهم له. اليهودي هنا صعق، يعني ايه 10 دنانير؟ قال له: انا اصلا ده مديلك ب10 دنانير، مش هاخده منك ب 10000 دينار. وطبعا اليهودي ما قدرش يتكلم ان هو ما بيكسبش ولا مليم، وهو كسبان من نص البير الاولاني. ووافق ان هو فعلا اللي بيبيع له البير ب10 دنانير بس، زي ما طلب منه الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا نتعلم ان سيدنا عثمان بن عفان ما كانش بينفق فلوسه كده هباء، او اللي هو في حاجه في مخه. لا، سيدنا عثمان بن عفان تجاري رائع، بس عارف ان هو بيتاجر مع الله ورسوله بالصدقه، عارف ان هو بيصرف فلوسه في حته هيشتري بيها الجنه. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في سيدنا عثمان بن عفان: والله ما ضر عثمان مع ما فعل بعد ذلك. يعني مهما عمل عثمان بن عفان بعد كده هيخش الجنه. وبس كده يا سيدي، شوفوا ده على خير. وفي اخر حلقه، لو عجبتكم الحلقه اتمنى ان انتوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه، وانتوا عارفين هتعملوا ايه. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، وانزلوا تبصوا على المصادر. وبس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.